ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاه نحل بها العقد ويفرج بها الكروب ويزيح بها الهموم يا رب العالمين. يا صباح الفل وصباح الشمس وصباح الورد وصباح الياسمين. النهارده عندنا روتين قوي جدا. النهارده اليوم بتاعنا حافل، يعني الدنيا اجازه بقى، فقلت اعمل الدنيا كده واظبط الشقه. مش عايزه اقول لكم منظر الشقه عامل ازاي. سي هاي لولو، سي هاي. قلت بقى نروق الشقه النهارده. سليم عاملها يعني مش عايزه اقول لكم الدنيا مبهدله ازاي. هنروق بقى الشقه وهنعمل مطبخ. انا من امبارح وانا عندي اكل، فالحمد لله مش هنعمل اكل النهارده، فهنعمل بقى الشقه، هنروق ونعمل المطبخ. برضو مش روتين عميق، هو روتين من على الوش، علشان انا عشان انا خلاص، يعني انا ان شاء الله ربنا يكرم كده، ادعوا لي هكون فاضيه لكم. ف هنبدا بقى نعمل مع بعض روتينات قويه، بس قلت ايه، واحده واحده كده نبداها مع بعض. يعني نبدا الروتين بتاعنا، وما تنسوش تنزلوا تحطوا لايك وسبسكرايب وشير كتير كتير كتير. نفسي جدا القناه تتفعل يا جماعه. احنا الحمد لله المشاهدات بتاعتنا بتزيد يعني، بس انا نفسي انتوا تفضلوا معايا علشان نزود المشاهدات اكتر، وعشان نقدر نفعل القناه ونوصل للدنيا كلها. ويعني يا رب يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. بس كده، يلا بقى نبدا الروتين. بس هنا بقى حبيت اوريكم كده المنظر قبل ما ابدا. يعني عايزه اوريكم بقى المنظر، واوريكم منظر سليم كمان. سليم كان مبهدل وملخبط وشكله وعمال ياكل في شوكولاته ومبهدل وشه. حتى هتشوفوا لقطه وانا بوري له وشه المبهدل عامل ازاي. بس هو الصراحه ساعدني. بدات كده اتنشطت انا وهو، وقلنا يلا نقوم بقى ايه، نروق بيتنا كده يا لولو عشان يبقى بيتنا نظيف. وبص طلعت كل الطاقه السلبيه اللي جوايا، حاولت ان انا اخفف عن نفسي بيها، بان احنا نطلع اي طاقه سلبيه نحولها لطاقه ايجابيه بالعمايل. ازاي؟ انا طول ما انا قاعده وشايفه شقتي متوسخه، انا اصلا متضايقه ومكتئبه وشقتي مبهدله. لا، طب ما انا لما اشوف المنظر دوت هكتئب اكتر. لا، انا اقوم اروق الشقه واخلي المنظر نظيف، واخلي شقتي كده عيني تشوف شكل مريح. انا طول ما انا عيني شايفه منظر مريح، طول ما انا نفسيتي هتبقى احسن. حتى الشبابيك عملت كل حاجه. انا كنت حاسه ان انا يعني الشقه محتاجاني، او الشقه بتندهلي تعالي شوفيني. فانا ما صدقت ان خدت اجازه الصراحه، فقلت لا، انا هخش بقى على الشقه اظبطها يعني. بس طبعا وانا هنا بكنس، انت هتوقفي هنا تنزلي تعملي لايك وكومنت وسبسكرايب للقناه وشير والنبي لكل اصحابك. وبالله عليك وبالله عليك، واللي فتح الفيديو لحد هنا يقول انا فتحت لحد هنا في التعليق، وينزل يكمل الفيديو للاخر عشان نحقق نسبه المشاهدات اللي احنا محتاجينها، عشان اقدر افعل القناه. وان شاء الله في فيديو تاني هقول لكم ازاي نفعل القناه، وايه هي الشروط اللي اليوتيوب بيبقى عايزها، ويا رب ان شاء الله نحققها. هنا كان بابانا جه. بابانا جه يعني اول ما بيجي لازم قبل ما احنا ما ناكل بيكون مأكل القطط اللي بره. هما بيقعدوا يستنوه، هما عارفينه، فبيكون جايب لهم اكل ويقعد ياكلهم كده، علشان يعني هما خلاص هما عرفوه، هما عارفين ان هما هياكلوا لما يشوفوه. هنا بقى اكلنا القطط، دخلنا احنا كلنا. فرشت بس السجاده وفرشت القماشه دي ماما كانت مديهاني، بفرشها كده ناكل عليها عشان ما نبهدلش الدنيا. بس وقلت بقى اقوم اكمل. هرجع تاني للموضوع النفسيه. بصي بقى كده، انت بتفنشي بقى شقتك يا خراشي على الفرحه اللي بتبقى جواكي. والفرحه اللي بتبقى جواكي اكتر لما بتشوفي المنظر الختامي بقى. بصوا كده، انا شايفه المنظر ده والله العظيم يا جماعه، كل اللي كان جوايا خلاص. انا كل الزعل اللي جوايا والكآبه اللي جوايا خلاص اختفت مجرد ما شفت المنظر ده. لا مش ده المنظر ده ده وحش قوي، ده يجيب اكتئاب بقى. دخلت على المطبخ، طبعا كان المطبخ يضرب يقلب، يعني بشع بشع بشع. بس قلت انا لو قعدت خلاص كده يعني مش هتنشط، مش هعرف اكمل. هسيب الدنيا زي ما هي. لا، يلا يلا كده، وانتي ايه نشيطه كده، وانتي لسه جواكي طاقه. دخلت بقى على المطبخ، شفت طبعا مكان الغدا وغسلت الصينيه كويس. وبعديها قلت هبدا بالبوتاجاز. ليه؟ علشان انا هرصت كل حاجه عليه، علشان اعرف اخد منهم حاجه حاجه واغسل. تمام. ببدا بالبوتاجاز، وبدات غسلت كمان الحيطه اللي فوق البوتاجاز علشان تبقى يعني نظيفه، عشان انا دايما ببقى قافله بوتاجازي، فلو في صلصه مطرطشه ولا حاجه ما يبقاش المنظر مش حلو. هنا كنت نسيت طبعا دواء الغد يا جماعه، وللاسف انا المفروض اخده على الفطار قبل الفطار كمان، بس يلا مش مشكله، المهم ان انا افتكرت في الاخر. غسلت الحوض وقلت بقى هبدا بغسل المواعين. بتغسلي الحوض قبل المواعين؟ لان انا برص اصلا المواعين على الحوض، فانا لو الحوض مش نظيف المواعين هتبقى مش نظيفه حتى لو اتغسلت مليون مره. فغسلت الاول الحوض، وبعديها بقى بدات طلعت الصفايه بتاعه المطبقيه، قلت اصفي عليها. غسلت بقى الميكرويف وحوالين الميكرويف والرخامه وكل الكلام ده، وشغلت بقى النور بقى الليد، وبس كده يا جماعه. المنظر بصوا،
الحمد لله الحمد لله. خلصت بقى وخدت سليم ونزلت بقى اشتري مشتريات. طبعا هو اول ما شاف الموتوسيكل شبت ان هو يركب، ركبته الصراحه عشان ما زعلوش ان هو اليوم دوت تعب معايا برضو. بس وكده كان يومنا بقى خلص. خدت بقى سليم وروحنا بقى نمنا لان اليوم كان طويل جدا جدا عليا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وباي، سلام.